برحب بكم للمرة الثانية. عندنا النهاردة الدولة بتاعت تونس. طبعا زي ما شفنا الحصة اللي فاتت الجزائر، النهاردة سيادتك هنشوف تونس من أول برضه سيادتك الاستعمار لغاية سيادتك الاستقلال. يعني هنشوفه دلوقتي ايه اللي حصلان سيادتك داخل دولة تونس، ايه سيادتك اللي هيحصل في تونس عشان خاطر توقع تحت الاستعمار وازاي استقلت. بصوا دلوقتي الاستعمار داخل تونس. ايه هو دور الاستعمار داخل عمتنا تونس؟ والله لو بصينا يا استاذ ان عمتنا فرنسا، دلوقتي احنا هنتكلم عن سبب فرنسا وراء استعمار تونس، وعايزين نشوفوا ايه هو موقف الدولة العثمانية من تونس. لما بصينا في الجزائر لقينا يا استاذ ان الجزائر لا تختلف. ازاي؟ الجزائر سيادتك الدولة العثمانية ما سندتهاش، ما وقفتش معاها تماما. الموقف بتاعها كان موقف متخاذل او كان عبارة عن موقف سلبي. موقف الدولة العثمانية لا، ما ده الجزائر كان الموقف بتاعها متخاذل. عايزين نشوفه دلوقتي في تونس، هل هو هيبقى موقف متخاذل زي الجزائر ولا يختلف؟ طب نبص مع بعض. اولا عمتنا فرنسا سبب استعمارها لعمتنا تونس ان هي عايزه تعمل امبراطوريه في شمال افريقيا. الامبراطوريه دي تتكون من مين؟ من تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. يعني معنى صح عايزه تطلع على شرق افريقيا، عايزه تخدم الاستعمار، تخدم نفسها، تتوسع استعماريا في منطقه الشمال الافريقي، عايزه تاخد منطقه شرق افريقيا بالكامل وتعمل فيها امبراطوريه فرنسيه. شفنا ان هي سيادتك طلعت على الجزائر واحتلتها سنه 1830. عايزين نشوف دلوقتي تونس، هل بالفعل هتوقع تحت الاستعمار الفرنسي ولا لا؟ طب عرفنا ان تونس بالفعل فرنسا عينيها زاغت على مين؟ على تونس. عايزه تاخذ تونس سيادتك حته الدوله اللطيفه، حته الدوله الجميله اللي موجوده في شمال افريقيا. خلي في علمك تونس هي والمغرب اقرب دولتين لقاره اوروبا. تونس من ناحيه سيادتك مضيق صقليه، والمغرب من ناحيه مضيق مين؟ جبل طارق. فخلاص عمتنا فرنسا عينيها رايحه على مين؟ على تونس. طب انا دلوقتي يا استاذ ايه موقف الدوله العثمانيه لما عرفت ان فرنسا عينيها رايحه على تونس؟ حاولت الدوله العثمانيه اعاده سيطرتها المباشره على ليبيا وتونس. يا دوله عثمانيه انت ليه سيادتك عايزه تعيد السيطره المباشره على ليبيا وتونس؟ قالت لك اصل يا استاذ الاسره الكرمليه اللي بتحكم ليبيا زي الاسره العلويه اللي موجوده في مصر اللي هي بتاعت محمد علي، اللي بيحكم ليبيا اسمها الاسره الكرمليه، كانت ضعيفه قوي يا استاذ، ما تقدرش تحكم ليبيا ولا تقدرش تحميها. ده كمان الاسره اللي اسمها بآيات اللي موجوده في تونس برضه ضعيفه. يبقى الاسرتين اللي بيحكموا ليبيا وبيحكموا تونس مالهم؟ اسر ضعيفه، ما تقدرش توقف قدام الاستعمار مين؟ الفرنسي. وفكر السلطان العثماني وشغل دماغه، قال لك ايه؟ انا اروح احتل لسيادتك ليبيا وتونس، مش احتلهم، ده انا ارجع الحكم المباشر فيهم عشان خاطر اقدر اواجه الاستعمار الفرنسي اللي موجود داخل شمال افريقيا. او بمعنى صح عايز يحافظ على ممتلكاته في شمال افريقيا. فراح يعمل ايه بقى المعلم؟ راح يخلص من الاسره الكرمليه ويخلص من ايات ويحكم الدولتين حكم مباشر. يبقى ايه رايك؟ موقف الدوله العثمانيه هنا من تونس،
هل يتشابه مع موقفها من الجزائر؟ يا استاذ، في الجزائر الدوله العثمانيه ما عطتش اي اهتمام. في الجزائر ما عطتش اي سيادتك اهتمام بيها. اما هنا تونس لا، ده قطعه الكريز اللي موجوده في شمال افريقيا، دي الدوله الجميله اللي بتقع على مضيق صقليه، انا لازم الحقها، عشان لما الحق تونس فرنسا مش هتقدر سيادتك تطبق الفكر الاستعماري بتاعها. طب حلو خالص، يبقى انا عايزه تحافظ على الممتلكات بتاعتها في منطقه شمال افريقيا. هتعمل ايه يا دوله عثمانيه؟ ايه الاجراءات اللي هتاخديها يا دوله عثمانيه عشان خاطر ان انت تحمي سيادتك الممتلكات بتاعتك؟ خد عندك اول اجراء سنه 1900 وكام؟ 1900 وكام؟ 35 1800 معلش 1835 تمام؟ ايه اللي حصل؟ الدولة العثمانية طردت الأسرة الكرمانية اللي موجودة سيادتك في طرابلس داخل ليبيا، وقامت بالحكم المباشر. خلاص، أول إجراء أخذته الدولة العثمانية في 1835 طردت الأسرة الكرمانية اللي موجودة في ليبيا وحكمتها حكم مباشر عشان تواجه مين؟ هرتب لك الأحداث اترتبت الأول حاجة إيه؟ فرنسا عايزة تعمل إمبراطورية سيادتك في شمال أفريقيا. حلو خالص. الدولة العثمانية عرفت. بدأت إن هي تحمي مين؟ الممتلكات بتاعتها. أحمي ممتلكات إزاي؟ إن أنا أروح أمسك ليبيا وتونس أحكمهم حكم مباشر عشان أمنع فرنسا إن هي تحتل مين؟ تونس. حلو خالص. أول إجراء اتخذ إيه؟ السلطان العثماني في 35 طلع يحتل سيادتك أو طلع مسك ليبيا حكم مباشر وطرد مين؟ الأسرة الكرمانية سيادتك من طرابلس. يبقى أول إجراء عمل إيه؟ مسك ليبيا. بعد ما مسك ليبيا سنة 1836 راح على مين؟ عشان يطرد مين؟ أسرة بقايات اللي موجودة في تونس. فرنسا كانت مجهزة أكبر حفرة للسلطان. إزاي؟ قالت للسلطان العثماني اعمل حسابك يا سلطان، تونس دي دولة مستقلة ليست تابعة لأي دولة، يحق لها الاختيار. نعم يا أختي، أنت هتقول لي إن تونس مستقلة؟ إزاي؟ هي مش منطقة شمال أفريقيا اللي هم الدول العربية جزء من أملاك الدولة العثمانية؟ متى تونس انفصلت؟ أنا هقول لك إن هي منفصلة، وهقول لك إن تونس دولة مستقلة، وبقول لك إن أنت عليك إن أنت سيادتك دلوقتي تسمع الكلام اللي أنا بقوله لك، إن عبارة عن دولة سيادتك صاحبة إيه؟ استقلال. أنا عندي دلوقتي عمتنا تونس، فرنسا قالت للسلطان العثماني انسى، ده تونس دولة مستقلة يحق لها الاختيار زي ما هي عايزة. إيه ده، هي استقلت متى يا أستاذ؟ طبعا السلطان العثماني سمع الكلمتين دول من تونس، لف وشه وروح. تعال راح فين؟ خد انت راح تونس هتبقى تحت استعمار وانت سايبها مروح؟ يعني اعمل ايه؟ يعني عايز سيادتك دلوقتي اقف قدام فرنسا صاحبه اقوى قوه بريه يا راجل تنزل على دمك؟ بص، هي ارزاق. ربنا مش مقسم لي اكل عيش في ليبيا ومش مقسم لي اكل عيش في تونس. اقعد سيادتك يعني اقف قدام ربنا؟ فانا سيادتك ونعمه بالله يا حبيبي، هتعمل ايه؟ هروح. خد بعض السلطان وايه؟ وروح وساب مين؟ تونس. يا كبد امك عليك يا تونس. ما خلاص، بس ساب ليبيا وساب الكل ورجع تاني، وكده سيادتك تونس اصبحت ايه؟ منفرده، ما فيش حد يحميها. وخلي فهمك كده يعتبر موقف متخاذل من السلطان، ما كملش سيادتك حمايه عمتنا تونس. ده فرنسا ادعت الكلام ده عشان السلطان العثماني ما يحطش ايده على تونس. يبقى سيادتك دلوقتي ترتيب الاحداث. بدايه عمتنا فرنسا فكرت ان عايزه تعمل مستعمرات في شمال افريقيا. بعديها السلطان العثماني خاف على املاكه. واحد، احتل سيادتك ورجع الحكم اللي موجود في ليبيا في 35.
الثاني 36 طلع سيادتك على عمتنا تونس عشان خاطر يحافظ على املاكه، بس فرنسا صدته وروحته على فين؟ على البلد. تونس تشبه البنت الجميله اللي كل الشباب ايه؟ باصين نفسهم سيادتك ينالونها. ازاي؟ سيادتك اللي حصل ان عمتنا تونس حواليها صراع دولي، صراع بين ثلاثة قوى. مين هم؟ انجلترا نفسها تنول الرضا، ايطاليا نفسها تنول الرضا، فرنسا نفسها تنول الرضا. ما انا قلت لك البت تونس حته الكريز اللي موجوده فين؟ شمال افريقيا، موقع استراتيجي متميز، بتقع في مضيق صقليه قريبه من القاره العجوزه اللي هي اوروبا. يعني اللي هياخد حته ارض على البحر على طول، هو بحري وسيادتك دنيتها حلوه. الثلاث دول بقى ايه؟ شغالين طبعا كل واحد عينه تبص شويه على تونس، وهيتصارعوا مع بعض على مين اللي ياخد مين؟ تونس. لا لا، مش عايز اقول لك ان تونس هي السبب. ليه؟ تونس اللي جابته لنفسها. الاداره التونسيه اللي هي الحكومه التونسيه كانت ترغب في الوصول الى المدنيه الاوروبيه الحديثه. بفلوس مين؟ انا اعرف حاجه واحده، معاك فلوس اعمل اللي انت عايزه، اما ما تعشمنيش وغدر بيا. ما انت سيادتك دلوقتي تونس معشمه كام واحد؟ هي عايزه توصل لايه؟ للمدنيه الاوروبيه الحديثه. هتوصل للمدنيه الاوروبيه الحديثه ازاي؟ وانا ما معيش فلوس. حلو، اعشم انجلترا شويه. انجلترا ده انا هبقى معاكي. ايه؟ هو انا لاقي احسن منك فين؟ يا ايطاليا هبقى البيست فريند، يا فرنسا مع بعض. يعني ما تخافش، احنا وشغاله بتعشم في ده وتعشم في ده وتعشم في ده. يخرب بيتك، انت معكيش فلوس عشان توصل المدنيه الاوروبيه، بس معايا موقع يسمح لي ان انا الم ايه؟ فلوس. بالفعل الم زباين. الزباين اللي هتلميها ثلاثه بيتشكلوا عليكي. انجلترا بتتشكل شويه، ايطاليا بتتشكل شويه، وعندك فرنسا بتتشكل شويه. وكل واحده فيهم عايزه ايه؟ تحصل على الرضا، تنول الرضا بتاع عمتنا تونس. طب يا استاذ ايه اللي يثبت لك؟ طب لا، قبل ما ايه اللي يثبت لك؟ طب ما ده بيشبهني بمين يا استاذ؟ مش الواد اسماعيل كان عايز يوصل للمدنيه الاوروبيه الحديثه، فاستلف سيادتك من الدول الخمسه اللي هم ايطاليا وانجلترا وفرنسا والنمسا والمانيا، لغايه ما وصلنا سيادتك ان احنا نقع في مصيده الديون. بنفس الطريقه بالظبط. احنا دلوقتي زي اللي حصل في ايام الخديوي اسماعيل، حصل سيادتك امتنا تونس، الاثنين عايزين يوصلوا للمدنيه الاوروبيه الحديثه وهم معهمش ايه؟ بس الفلوس هتجيلهم منين؟ من بره. ازاي؟ هعرض دولتي اللي يدفع اكثر ينول الرضا، وادي ثلاثه سيادتك بيدفعوا. طب يا استاذ اديني دليل قاطع ان بالفعل تونس هي السبب. في عهد الباي محمد، كلمه الباي يعني الرئيس، عمل ايه الباي محمد؟ اصدر عهد الامان. ايه عهد الامان ده؟ مساواة جميع المواطنين امام القانون. مساواة جميع المواطنين امام القانون. عايش بمين ده يا استاذ؟ دستور 1923 لما عمل مساواة. يبقى استاذ الباي محمد لما عمل عهد الامان وساوى جميع المواطنين امام القانون، يشبهني سيادتك بالدستور 1923 لما سيادتك عمل مساواه بتاعه المواطنين.
لا ده عمل عداله اجتماعيه في التجنيد. اما هنا اللي عمل دستور في كل حاجه امام القانون كان دستور 23 بيتشابه مع الباي محمد. سويت الاجانب مع اصحاب مين؟ البلد. ادي اول حاجه. رقم 2 الباي محمد الصادق. لا ماله الباي محمد الصادق يا استاذ؟ عمل لي دستور. الدستور ده يا استاذ كان موجود سنه كام؟ 1861. يبقى ده يا استاذ اصدر دستور 1861. ايه هو دستور 1861 يا استاذ؟ ده الدستور يا استاذ اللي هتمشي عليه عمتنا تونس. ده غير ان هو عمل خطوط سكك حديديه وتلغراف ومشروعات وبريد باموال اجنبيه. طب استنى. انت بتقول لي عملت لي سكك حديديه، بريد، برق، زائد مشروعات، دي كلها باموال اجنبيه. يا اختي كميل عسل، ده انت بتشبهني بحكامنا في مصر. ما هم عملوا نفس الحوار، عملوا لي مشروعات باموال اجنبيه. طب ما الكلام ده كله خلى ان زياده في الدين العام. هتعرفوا تسدوا يا بتوع تونس؟ كانوا عرفوا يسدوا بتوع مصر. الاثنين وقعوا في مصيده مين؟ الديون. ده مش كده بس، ده بص سيادتك كمان المصيبه الاكبر. كل دوله في الثلاثه دول تعمل امتياز، لازم الدول الباقيه تعمل نفس الامتياز. مبدا المعامله بالمثل. ازاي يا استاذ؟ يعني دلوقتي عمتنا انجلترا عملت دلوقتي اي مشروع داخل تونس، لازم فرنسا تعمل نفس المشروع، ولازم ايطاليا تعمل نفس المشروع، عشان احنا الثلاثه بنتنافس على مين؟ على تونس. طب كل واحده بتعمل مشروعات، كل واحده بتدفع فلوس. الثلاث دول عملوا ايه؟ بيزيحوا في تونس عشان يخشوا في مصيده مين؟ الديون. ولما تخش في مصيده الديون ايه اللي هيحصل؟ سيادتك ترتب على الكلام ده حاجه واحده بس يا استاذ. وقف. خلاص احنا طبقنا دلوقتي هنطبقه مبدا اسمه مبدا المعامله بالمثل. ازاي يا استاذ؟ ان عمتنا دلوقتي الثلاث دول كل ما واحده تعمل مشروع الثانيه تعمل زيها. ودخلت سيادتك عمتنا تونس في الشرك بتاع ايه يا استاذ؟ بتاع الديون. ودخلت في مصيده الديون زي ما الخديوي اسماعيل بالظبط وقع داخل مصيده الديون بالفعل. يبقى في تشابه ما بين دخول تونس في مصيده الديون ما بينها وما بين دخول سيادتك دلوقتي عمنا اسماعيل في مصر داخل مصيده الديون، نتيجه لمحاولتهم للوصول للمدنيه الاوروبيه الحديثه وباموال غير صاحبه الدوله. ان عملت مشروعات سيادتك اللي هي سكك الحديديه والبرق والبريد والمشروعات دي كلها باموال اجنبيه. الاموال الاجنبيه دي مش ديون، عرفت تسديها؟ يبقى انت دخلت في قبضه ايه؟ قبضه الديون. طب يا استاذ لغايه هنا نوقف تونس. نخش دلوقتي على ايه؟ معاهده سان ستيفانو 1878. 1878 يا استاذ اتعملت معاهده اسمها معاهده سان ستيفانو. المعاهده دي اتعملت ليه؟ ايه السبب؟ وايه الاثار اللي هتترتب عليها؟ المعاهده دي اتعملت بسبب حرب ما بين روسيا والدوله يا استاذ والله جربتنا في عيشتنا. كل شويه دوله عثمانيه وروسيا يتعاركوا مع بعض ويرجعوا يتصالحوا مع بعض، يتعاركوا مع بعض ويتصالحوا مع بعض. ده انت زهقت لنا في عيشتنا يا استاذ. رجعوا يشتغلوا مع بعض. ده مش كده بس، اتحط على الدوله العثمانيه، اتحط عليها حطه نظيفه. ده مش كده بس، ترتب عليها ظهور الدوله البلغاريه. تعالوا نبص لسيادتك الكلام ده على الخريطه. اللي حصل يا استاذ ان الحرب كانت ما بين تركيا وما بين روسيا اللي هي الدوله العثمانيه وروسيا.
طب الحرب دي ترتب عليها انتصار روسيا على الدوله العثمانيه، ومش كده بس، ظهور مخلب القط اللي هي دوله بلغاريا. دي المخلب سيادتك اللي بتخربش بيه روسيا اي دوله تيجي لحدودها، لدرجه ان اتلقبت الدوله العثمانيه باسم ايه؟ الرجل المريض، الراجل العيان، الراجل مكسح، اصل اتهزمت وبدات بتوجع هي وماشيه. يا لهوي، الدول الاوروبيه خافت لسه. طب الحرب ما بين روسيا وما بين تركيا، ايه اللي يخوفكم يا اوروبا؟ ما اللي كان موقف روسيا وشاغلها هي تركيا. لو تركيا اتهزمت خالص، روسيا هتولى على مين؟ على الدول الاوروبيه. اكتر دوله خافت مين؟ المانيا. اصل بعد تركيا دوله روسيا او الاتحاد السوفيتي زي في الوقت ده هيتوجه ناحيه المانيا. جان المستشار الرايخ الالماني، المستشار الاعلى، المستشار اللي ماسك المانيا، قال لهم يا جماعه احنا لو ما لحقناش نحمي تركيا من روسيا، المستشار الرايخ الالماني اللي هو المستشار الاعلى قال للدول الاوروبيه لو ما لحقناش نحمي روسيا من الخطر، سيادتك نحمي الدوله العثمانيه اللي هي تركيا من خطر روسيا بعد ما تخلص على تركيا والدوله العثمانيه هتيجي تخلص ايه؟ علينا. والنبي يا شيخ عايزين راجل يحمي مين؟ تركيا من خطر مين؟ راح عمنا المستشار الرايخ طلب ان يتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر برلين 1878. المؤتمر ده مين اللي بعت ليه؟ دولة ألمانيا بحضور مين؟ الدول الأوروبية، على حساب مين؟ الدولة العثمانية الملقبة بالرجل المريض. حلو. قعدوا مع بعض، ألمانيا لمت إنجلترا على فرنسا على أسبانيا على النمسا على كلهم، قعدت بيهم، بدأت تبص عليهم. الناس اللي قاعدة دي كلها فيكم راجل يقدر يحمي تركيا من خطر روسيا عشان ما تجيش تولي علينا؟ طب ما تحميهم انت يا المانيا. طب ما انا لو راجل ما كنتش عملت المؤتمر. يعني لو انا قادر احمي تركيا كنت هاجي اطلب منكم ليه؟ ده ابوي ده مره بتاع في حناس. نبص على الدول بقى. طبعا مين اللي قاعده وحاطه رجل على رجل؟ انجلترا، صاحبه اكبر ملكيه بحريه في العالم، صاحبه اكبر مستعمرات موجوده، القوه العظمى اللي موجوده. في حد في الناس اللي قاعده دي، في الرجاله اللي محضرين لنا فرح اليومين دول، الناس اللي مشرفيننا، الناس الحلوه، حد سيادتكم يقدر يحميهم؟ لا، انا هحمي تركيا. انجلترا، انا هحمي تركيا. هتحميها انجلترا؟ بس بشرط انا ما بروحش ببلاش. امال ايه؟ انا لازم اخد كتمنص معايا، اغروني عشان اقدر احمي لكم تركيا. عايزاها يا بنتي يا انجلترا؟ اخد قبرص. حته قبرص، الجزيره الصغيره دي، ما انت مش فاهمه. قبرص دي حته دوله وحته جزيره في الميه، تضرب عصفورين بحجر واحد. انجلترا لو اخذت قبرص هتحولها لمستعمره عسكريه. قبرص اللي موجوده جنوب تركيا، سيادتك اقدر في اللحظه دي احولها مستعمره عسكريه واخلي القواعد العسكريه بتاعتي هناك، احمي من خلالها تركيا من خطر روسيا. ولو قصدي امدادات في مصر الاقي الامدادات قريبه. يبقى حمد كام حاجه؟ 2، احمي مستعمرتي اللي هي مصر، وفي نفس الوقت احمي تركيا من خطر روسيا، ويبقى انا المستفاده. الدول الاوروبيه كلها ما تقدرش تقول لانجلترا ايه؟ لا، ليه؟ ما هي قالت لهم في راجل يحمي تركيا، قالوا لا خلاص انا اللي هحمي وبشروطي. ايه شروطك؟ اخد سيادتك دلوقتي قبرص. فرنسا راحت قاعده بتبص على انجلترا، طب واختك مش هتاخد حاجه؟ عايز ايه يا فرنسا؟ اخد تونس مقابل قبرص.
مساومات استعماريه. انت مش عايزه تونس في حاجه يا انجلترا، ما انت خدت قصادها قبرص. راحت انجلترا بصت عليها قالت لي ايه؟ وانا موافقه. يخرب بيت ابوكم. هي فرقه، هي املاك ابوكم هنا يا جماعه. الناس دي في شعب عايش هنا، مش خال مآتم يا خال. انت هتقسم فين؟ يخرب بيوتكم. دي خدت حته ودي خدت حته. طب بالنسبه لايطاليا وانا، انت متفرج، انت قاعده كفايه عليك الفرحه، انت كفايه ان انت تمضي، انت كمان عايزه تاخدي حاجه وسطينا؟ تروح فين في كارتنا وسط الشنط؟ احنا دول عظمى، انت لسه بنت امبارح ينفع تخش وسطينا؟ يا شيخ عيب عليك. ايطاليا زعلت لدرجه ان ايطاليا طلعت انضمت للتحالف الالماني النمساوي ضد توسعات فرنسا في تونس. بدات ويلات الحرب العالميه تظهر بقى، بدات المناوشات تطلع، بدات التحالفات تظهر. شفت بقى مساومات بتعمل ازاي؟ لعبتها صح. بعد مؤتمر برلين مباشره، خد يا بنتي يا فرنسا قواتك واحتل مين؟ اوتوماتيك احتلت تونس سنه 1878 بعد مؤتمر برلين. وهناك بقى فرنسا زي كل مره تحاول تطبق السياسه بتاعتها، محو الشخصيه العربيه التونسيه وتحويلها شخصيه يهوديه فرنسيه، بس برضه فشلت. ايه سبب فشلك يا فرنسا في المره دي؟ ان انت تمحي الشخصيه العربيه التونسيه. اصل فرنسا بتحاول تمحي الشخصيه العربيه التونسيه. قلنا ان فرنسا فشلت في السياسه بتاعتها. ايه السبب؟ تمسك الشعب التونسي بفكره الجامعه الاسلاميه اللي دعا عليها السلطان عبد الحميد الثاني ايام مصطفى مين؟ كامل. فاكرين مصطفى كامل فصل ثالث؟ لما تمسك بفكره الجماعه الاسلاميه هو عباس حلمي الثاني. نفس الطريقه تونس حبت ان هي تستفاد من الكلام ده، بس تونس استفادت وقدرت تحافظ على الشخصيه العربيه الاسلاميه اللي كانت موجوده. برافو عليك يا تونس، قدرت تعمل حاجه صح. طب وبعديها؟ تعالوا نشوف اللي بعدها لما نشيل الخريطه من على السبوره. اللي حصل ايه؟ ان دلوقتي تظهر لي شخصيه اسمها الحبيب بورقيبه. الحبيب بورقيبه يبقى اول حاجه استاذ حاولت فرنسا تمحي الشخصيه العربيه الاسلاميه، ما عرفتش بسبب تمسك تونس بالجماعه الاسلاميه. اثنين، الحبيب بورقيبه ماله يا استاذ؟ الدور بتاعه صدام وحضاري. منين صدام ومنين حضاري؟ حضاري حاول يعمل لي زي عباس فرحات، دمج الثقافه التونسيه بالفرنسيه. ده شبهنا بعباس فرحات. طب والصدام؟ تحريك الجماهير التونسيه ضد فرنسا. ايه؟ امال يا عباس انت يا حبيب بورقيبه فهمنا يا خال، انت مع ولا ضد؟ انت ازاي بتقول هتعمل صدام وفي نفس التوقيت بتقول لي بتحرك جماهير؟ يعني انت بتحرك جماهير في الصدام، وازاي بتقول ان انت عايز تدمج الثقافه الفرنسيه بالثقافه التونسيه؟ انت مع ولا ضد؟ النقطه دي تشبه عباس فرحات، النقطه دي تختلف مع عباس فرحات. كده ظهر لنا حبيب بورقيبه. بعد الحبيب بورقيبه يظهر مصيبه اكبر تواجه فرنسا، ضجه كبيره، يعني تواجه مصيبه كبيره. ايه المصيبه دي يا استاذ؟ اعتقال فرنسا للزعماء الوطنيين اثناء مؤتمر الوطني التونسي. يخرب بيتك يا فرنسا، الجماعه سيادتك التونسيين قاعدين عاملين مؤتمر مع بعض يا بنت يا زوزو، تمام؟ وهم عاملين المؤتمر جت لفرنسا عكشتهم كلهم، قبضت عليهم كلهم ورمتهم في المعتقل. ده هيشبهنا بانجلترا لما اعتقلت سعد زغلول وزملاته ورمته للمنفى. ده بيشبهني بداوود باشا اللي منع الاجتماعات الوطنيه. ده بيشبهني بكيتشنر اللي طرد الوطنيين واجتماعاتهم. واجهت ضجه اعلاميه كبيره. البلد ولعت على عمتنا مين؟
عمتنا فرنسا في تونس. ده غير دور الامم المتحده. الكلام ده خلي في علمك 1956. تمام؟ ايه؟ لا ده 46 الوثائق الضجه الاعلاميه اللي كانت موجوده بتاعت الوطنيين. 56 المفروض تونس حصلت على استقلالها بقرار من الامم المتحده. الامم المتحده عطت قرار لسيادتك باستقلال تونس، بس فرنسا برضه ايه؟ ما مشيتش. الاستقلال ده استقلال سوري او ناقص. عارفه ليه؟ ان لسه فرنسا كانت موجوده في قاعده اسمها قاعده بنزرت البحريه. فاكره انجلترا لما اعطت مصر استقلالها في معاهده 36 مع بقاء قوات في بعض المناطق؟ نفس الطريقه. لا ده انا بتكلم على الاستقلال. هنا سيادتك مصر اثناء تصريح 28 فبراير كان استقلال سوري بسبب بقاء قوات في بعض المناطق. اثناء معاهده 36 مصر سيادتك استقلت استقلال سوري لما بقاء قوات في بعض المناطق. نفس الطريقه. و73 بتاع السلطان العثماني. هنا نفس الطريقه بيتشابه معاها تونس. 1956 الامم المتحده عطت استقلال لتونس، بس استقلال ناقص. ان قاعده بنزرت البحريه كانت لسه موجود فيها قوات فرنسيه. طب استقلت تونس امتى كامله يا استاذ؟ سنه 1963 بعد تحرير قاعده بنزرت البحريه تماما، وبكده استقلت تونس من الاستعمار الفرنسي. كده يبقى احنا خلصنا استعمار جزائري واستعمار التونسي. فينيش ذا مؤتمر.